تبدأ الحكاية ونشاهد عالما يدعى إيدينيا. في ذلك اليوم كان ملك إيدينيا ليغريت يقدم عقدا غاليا جدا لابنته كيتانا، ويتضح أن ليغريت حصل على هذا العقد من رايدن حامل البرق. وبعد أن قابل كيتانا بدأ ليغريت يستعد للدخول في مواجهة جديدة ضمن بطولة مورتال كومبات. يظهر ليغريت باعتباره المقاتل الأخير الذي يمثل عالم إيدينيا بعدما خسر جميع المقاتلين الذين سبقوه ولم يعد هناك أي وقت. وفي الجهة المقابلة يظهر شوكان الذي يمثل عالم أوت وورلد، وكان شوكان أيضا حاكم أوت وورلد، وطموحه كان سيطرة على باقي العوالم، ولهذا السبب كان أوت وورلد قد انتصر على إيدينيا عدة مرات في بطولة مورتال كومبات. ومع بداية المواجهة بدأ ليغريت وشوكان يتبادلان الضربات بكل قوتهما، ولو تمكن أوت وورلد من هزيمة إيدينيا للمرة العاشرة فسيصبح من حق شوكان السيطرة على إيدينيا بالكامل. وكان شوكان يخطط أيضا لاستعباد سكان إيدينيا والاستيلاء على خيراتها ومواردها الطبيعية، لذلك كان ليغريت مستعدا للتضحية بحياته من أجل الفوز بهذه المواجهة وحماية إيدينيا من مخططات شوكان. وفي النهاية تمكن شوكان من التغلب على ليغريت وقتله، وأصبح الحاكم الجديد لإيدينيا، واضطر شعب إيدينيا إلى العيش عبيدا تحت حكم شوكان حتى لا يتم القضاء عليهم. وبعد ذلك قرر شوكان أن يتبنى كيتانا لتصبح ابنته. ثم ننتقل إلى فترة لاحقة ونشاهد كيتانا بعدما كبرت وأصبحت لها حارسة شخصية تدعى جيد. كانت كيتانا معتادة على التدريب والقتال مع جيد، وكانت تتعلم منها مهارات القتال المختلفة. وبعد انتهاء التدريب أعطت جيد لكيتانا مروحة يدوية خاصة، وكانت هذه المروحة تحتوي على أطراف حادة يمكن استخدامها كسلاح. أعجبت كيتانا بها وقررت استخدامها كسلاحها الخاص. وفي تلك اللحظة اعترفت بأنها طوال الفترة الماضية كانت تعتبر جيدا بمثابة أخت لها. بعد ذلك ذهبت كيتانا لمقابلة شوكان، وهناك ظهر أن سيندل والدة كيتانا أصبحت الآن شريكة شوكان. وبعد لحظات وصل شونغ سونغ إلى شوكان وأخبره بمعلومة مهمة جدا، فقد كان شوكان يبحث طوال الوقت عن قطعة أثرية على شكل تميمة، وكانت لديها القدرة على شفاء أي جرح. وأخبره شونغ سونغ أن هذه التميمة كانت محفوظة في معبد رايدن قبل أن يسرقها كينو. عندها أصدر شوكان أمرا بالقبض على كينو حتى يتمكن من الحصول على التميمة منه. وفي الوقت نفسه ننتقل إلى عالم البشر، حيث كان هناك نجم أفلام أكشن من فترة التسعينيات يدعى جوني كيج، وكان معروفا بمهاراته الكبيرة في الحركات القتالية. وتمكن جوني من الفوز بجائزة أفضل مقاتل في مهرجان سينمائي كبير، لكنه بدأ يشعر أن مسيرته كممثل تتراجع بسبب تقدمه في العمر. وبينما كان مشغولا بحياته العادية ظهر أمامه فجأة رايدن وسونيا، ومن دون مقدمات أخبره رايدن أن جوني تم اختياره ليكون المقاتل الذي سيمثل الأرض في بطولة مورتال كومبات. ولم يستطع جوني الهروب من هذه الحقيقة لأن القوى العليا هي التي اختارته بنفسها. وأكد له رايدن أن النتيجة النهائية لبطولة مورتال كومبات ستحدد مصير كوكب الأرض. اعتبر جوني كلام رايدن مجرد هراء، ولم يقتنع به إلا عندما أراه رايدن قوته الحقيقية باعتباره حامل البرق. ومن خلال بوابة سحرية صنعها رايدن ذهب جوني معه إلى المعبد حتى يفهم حقيقة الوضع. وهناك كشفت سونيا لجوني أنه في الحقيقة جاء ليحل محل كونغ لاو، المقاتل الذي كان يمثل الأرض بعدما قتله شونغ سونغ. أما الخصم الذي سيواجه الأرض في بطولة مورتال كومبات القادمة فهو عالم أوت وورلد. وبعد ذلك جلس جوني يشاهد تدريبات ثلاثة مقاتلين يمثلون الأرض، وهم جاكس وكول وليو كانغ. صدم جوني عندما اكتشف أن هؤلاء الثلاثة يمتلكون قدرات خاصة لا يمكن أن يمتلكها أي إنسان طبيعي. وبعد ذلك رفض جوني أن يكون المقاتل الذي يمثل الأرض، خصوصا بعدما عرف أن المقاتل الذي يخسر في مورتال كومبات يكون معرضا للموت بدرجة كبيرة. وكان جوني رافضا أيضا لأنه لا يمتلك أي طاقة أو قدرات خاصة على عكس باقي مقاتلي الأرض. عندها حذره رايدن من أن الأرض خسرت 9 مرات أمام أوت وورلد، وإذا خسرت للمرة العاشرة فسيتمكن شوكان من السيطرة على الأرض واستعباد جميع البشر. وفي النهاية حاولت سونيا إقناع جوني بأنه يستطيع أن يكون مقاتلا في مورتال كومبات لأنه كان في الماضي بطل كاراتيه قويا جدا، لكن جوني أصر على الرفض لأنه لا يريد الدخول في مواجهات حتى الموت، وهي أساس بطولة مورتال كومبات. غادر جوني معبد رايدن وعاد إلى عالمه من خلال البوابة. وفي الوقت نفسه داخل أوت وورلد كان هناك ساحر تابع لشوكان يدعى كوانشي، وكان يحاول إعادة كونغ لاو إلى الحياة. ويتضح أن كوانشي ينفذ هذه العملية بأمر مباشر من شوكان. وبعد ذلك وباستخدام تعاويذه السحرية تمكن كوانشي من إعادة كينو إلى الحياة. وكان كينو يتذكر أنه مات وخسر عينه اليمنى التي كانت تطلق الليزر أثناء قتاله ضد سونيا. ثم سلم كينو التميمة إلى كوانشي بعدما وعده الأخير بأنه سيمنحه عين ليزر جديدة بدلا من عينه التي فقدها. ومع مرور الوقت بدأت الجولة الأولى من بطولة مورتال كومبات أخيرا. وفي وسط هذه الأحداث كان جوني يجلس بهدوء في أحد الحانات، لكنه وجد نفسه فجأة يلقى داخل ساحة من ساحات مواجهات مورتال كومبات. سواء رضي أم رفضا أصبح جوني الآن مضطرا لمواجهة الأمر الواقع وأن يكون مقاتل الأرض بناء على اختيار القوى العليا. والأغرب أن خصم جوني كان كيتانا
التي تمثل عالم أوت وورلد في القتال. ورغم أن قوته كانت أقل بكثير من مستوى كيتانا، ظل جوني يقاتل بكل قوته لأنه لم يكن يريد الخسارة والموت. وبالتدريج تمكنت كيتانا من محاصرة جوني والسيطرة عليه. وبينما كان شوكان يشاهد المباراة، أمر كيتانا بأن تنهي المواجهة وتقتل جوني حتى تضمن الفوز. وفي النهاية تمكنت كيتانا من الفوز على جوني، لكنها لم تقتله. ومع بداية المواجهة الثانية دخلت سونيا كمقاتلة عن الأرض لمواجهة سيندل التي كانت تمثل أوت وورلد. ويتضح أن سيندل أصبحت قادرة على إطلاق موجات صوتية قاتلة بسبب تدخل شوكان والتعديلات التي أجراها عليها. ولحسن الحظ كانت سونيا تمتلك قدرة خاصة، ولذلك تمكنت من مجاراة سيندل والوقوف أمامها. ورغم صعوبة المواجهة تمكنت سونيا في النهاية من القضاء على سيندل والفوز بالمباراة. وبعد انتهاء الجولة الأولى استيقظ جوني ليجد نفسه في معبد رايدن، وأكد له رايدن أن جوني خرج من بطولة مورتال كومبات بعد خسارته أمام كيتانا. عندها بدأ جوني يستوعب أن كيتانا تركته حيا بإرادتها وأنها تعمدت عدم قتله. وأثناء حديثه معه أكد رايدن أن القوى العليا لابد أن يكون لديها سبب قوي لاختيار جوني تحديدا لتمثيل الأرض، ولهذا كان رايدن يعتقد أن هناك طاقة مخفية داخل جوني، وأنها قد تساعد الأرض على الفوز ببطولة مورتال كومبات وإنقاذها من تهديد شوكان. وفي الوقت نفسه نفذ كوانشي وعده وركب عين الليزر الجديدة لكينو. وبعد فترة قصيرة تمكنت كيتانا من استخدام قوة العقد الذي أعطاه لها رايدن، وذهبت سرا إلى مكان وجوده. وعندما وصلت تحدثت مع رايدن واتضح أن كيتانا كانت طوال ذلك الوقت حليفة سرية له في حربه ضد شوكان. وحذرت كيتانا رايدن من أن شوكان حصل بالفعل على التميمة بسبب ما فعله كينو. والخطير في الأمر أن شوكان سيمتلك قوة هائلة بلا حدود إذا تمكن من استغلال قدرات التميمة بالكامل. وفي نهاية اللقاء طلبت كيتانا من مقاتلي الأرض ألا يقتلوا جيد في مواجهات مورتال كومبات القادمة، لأن جيد عزيزة جدا عليها. وعندما عادت كيتانا إلى أوت وورلد قبضت عليها جيد، ومن خلال هذه اللحظة تمكنت جيد من اكتشاف التحالف السري بين كيتانا ورايدن. وفي النهاية حذرت جيد كيتانا من خيانة شوكان، ونصحتها بألا تفعل ذلك حتى تحافظ على سلامتها وحياتها. ويتضح أن جيد كانت مقاتلة مخلصة جدا لشوكان. بعد ذلك جمع رايدن مقاتلي الأرض ليخبرهم ببعض المعلومات المهمة. فقد أصبحت الجولة الثانية من مورتال كومبات مكونة من 3 مواجهات، والمقاتلون الذين سيمثلون الأرض هم جاكس وكول وليو كانغ. وبعد لحظات ظهر كونغ لاو، لكنه كان قد تغير تماما وأصبح شريرا. وتمكن كونغ لاو من توجيه ضربة إلى رايدن وإصابته إصابة خطيرة. وبعد ثوان وصل شونغ سونغ وهو يحمل التميمة في يده، واستغل الفرصة واستخدم القطعة الأثرية لامتصاص جزء كبير من قوة رايدن. وبعد أن شحن التميمة بقوة رايدن الهائلة هرب شونغ سونغ وسلم القطعة إلى كوانشي. وقام كوانشي بإدخال طاقة التميمة داخل جسد شوكان، وبسبب ذلك أصبح شوكان خالدا ولا يموت بعدما اكتسب قدرة التجدد بالإضافة إلى قوة رايدن التي سرقها. ومر الوقت حتى بدأت الجولة الثانية من مورتال كومبات. وفي المواجهة الأولى وقف جاكس أمام جيد التي كانت تقاتل باسم أوت وورلد، وتمكن جاكس من الفوز على جيد، لكنه تركها على قيد الحياة ليرد لها الجميل بعدما فعلت كيتانا الشيء نفسه مع جوني في المواجهة السابقة. ثم بدأت المواجهة الثانية حيث واجه كول شوكان الذي كان يعرف بأنه أقوى مقاتل في أوت وورلد كلها. وباستخدام درعه وسلاحه وقدرته الخاصة تمكن كول من توجيه ضربة قاتلة كانت كفيلة بقتل شوكان في الحال. لكن جسد شوكان تجدد في لحظة بفضل القدرة التي حصل عليها من التميمة، وتمكن شوكان من قلب نتيجة المواجهة لصالحه حتى انتصر في النهاية وقتل كول. بعد ذلك واجه ليو كانغ ممثل الأرض كونغ لاو في المواجهة الثالثة. ويتضح أن كونغ لاو منذ أن عاد من الموت أصبح مقتنعا بأن شوكان هو المنقذ للبشرية على الأرض، ولهذا انقلب وأصبح مقاتلا تابعا لأوت وورلد حتى يسهل مهمة شوكان في السيطرة على كوكب الأرض. وطوال المواجهة كان كونغ لاو يقاتل بكل قوته من أجل القضاء على ليو كانغ وضمان الفوز، لكن ليو كانغ ظل يقاتل بجدية كبيرة حتى لا يموت على يد كونغ لاو. وفي النهاية اضطر ليو كانغ إلى قتل كونغ لاو رغم أنه كان يعتبره طوال حياته مثل أخ له. وبعد ذلك وعد ليو كانغ نفسه بأنه سيبحث عن طريقة لإعادة كونغ لاو إلى الحياة في المستقبل. وبعد فوزه عاد ليو كانغ مباشرة إلى معبد رايدن، ورغم أن رايدن كان لا يزال حيا أصبح ضعيفا لأن معظم قوته الخارقة تم سحبها إلى داخل التميمة. وفي الوقت نفسه كان كوانشي ينفذ أمر شوكان بإعادة هانزو المعروف باسم سكوربيون من الموت. ومع مرور الوقت ذهبت كيتانا سرا لمقابلة مقاتلي الأرض الذين يقودهم رايدن، وحذرتهم من أن جسد شوكان أصبح الآن يمتلك طاقة التميمة، وأصبح قادرا على الشفاء الذاتي وامتلاك قوة رايدن الخارقة. وأصبح مقاتلو الأرض أمام مهمة صعبة جدا، وهي تدمير التميمة وإعادة جسد شوكان إلى حالته الطبيعية بالإضافة إلى إعادة قوة رايدن إليه. وبحسب معلومات كيتانا فإن الشكل الحقيقي للتميمة التي يجب تدميرها محفوظ داخل قصر شوكان. وفي النهاية شرحت لهم كيتانا خطة تساعد فريق مقاتلي الأرض على التسلل إلى القصر، ومن خلال البوابة التي صنعها رايدن ذهب فريق الأرض إلى قرية قبيلة التركاتا المتحولين الموجودة في أوت وورلد.
وطلب ليو كانغ من زعيم القبيلة الذي يدعى باراكا أن يتعاونوا ويضعوا أيديهم معا لإيقاف شوكان. ويتضح أن قبيلة التاريكاتا كانوا ضحايا ومستعبدين لدى شوكان تماما كما حدث مع شعب إيدينيا، لكن باراكا رفض التعاون معهم لأن مجموعة ليو كانغ لم تكن تمتلك جيشا كبيرا يدعمها، وكحل بديل عرض ليو كانغ عليه الدخول في مواجهة فردية بحيث يصبح باراكا مجبرا على التحالف معهم إذا خسر أمامه. لكن باراكا رفض أيضا ولم يهتم بمجموعة ليو كانغ، ولأن مساعدة باراكا كانت مهمة جدا لهم قرر جوني استخدام حيلة ذكية لقلب الموقف لصالحهم. وعندما وصف باراكا بالجبان تمكن جوني من إجباره على قبول التحدي الذي طلبه ليو كانغ، لكن عكس كل التوقعات اشترط باراكا ألا يقاتل إلا إذا كان خصمه جوني نفسه، لأنه أراد استغلال القتال للقضاء على جوني بعدما تجرأ وأهانه. وبالرغم من خوفه اضطر جوني في النهاية إلى مواجهة باراكا، وكان جوني مرعوبا لأنه لا يمتلك أي قدرة خاصة مثل ليو كانغ وباقي المقاتلين. وعندما حوصل جوني صرخت سونيا في وجهه وطلبت منه أن يتحلى بالشجاعة وأن يكون بطلا حقيقيا كما يفعل في أفلام الأكشن التي يمثلها. وبفضل كلام سونيا تمكن جوني من القتال بشجاعة واستخدم حركات وتكتيكات الكاراتيه التي يعرفها، وفي النهاية تمكن جوني من توجيه ضربة قوية إلى باراكا جعلته يتألم بشدة. وبعد أن استعاد باراكا وعيه وأصبح أفضل أعلن أن جوني هو الفائز في المواجهة لأنه أعجب كثيرا بطريقة قتاله. وكمكافأة لفوز جوني ساعد باراكا مجموعة ليو كانغ على عبور نفق تحت الأرض مخصص للتسلل إلى القصر. وبعد القضاء على حراس النفق غادر باراكا بعدما أدى مهمته، وفي الوقت نفسه قبضت جيد على كيتانا وأحضرتها أمام شوكان. ولأن كيتانا لم تكن تريد أن يعدم شوكان والدتها اضطرت إلى الاعتراف بأنها ذهبت إلى الأرض عدة مرات للبحث عن رايدن ومقاتلي الأرض، لكن كيتانا اختلقت قصة كاذبة حتى تخفي تحالفها مع جبهة رايدن. ومهما كانت الأسباب اعتبر شوكان تصرف كيتانا خيانة عظمى، وفي النهاية أمر شوكان بحبس كيتانا في مكان عام حتى تكون عبرة للآخرين وحتى يخاف الجميع من التفكير في خيانته. ومع مرور الوقت تمكن ليو كانغ من التسلل إلى داخل القصر ووجد مجسم التميمة الحقيقي محفوظا داخل علبة تشبه الزنزانة، لكن شوكان أمسك بليو كانغ فجأة ودخلا في مواجهة عنيفة، ورغم استخدام ليو كانغ حركات قوية جدا فشل في قتل شوكان. بعد ذلك وصل جاكس في اللحظة المناسبة، وبينما كان ليو كانغ منشغلا في قتاله ضد شوكان تمكن جاكس باستخدام قوته الخاصة من فتح العلبة المغلقة التي تحتوي على التميمة بصعوبة. وفي الوقت الذي كان جاكس يصد فيه ضربات شوكان وصلت سونيا وجوني لتنفيذ خطة سرقة التميمة، لكن فجأة ظهر ساب زيرو الذي أصبح حليفا لشوكان وانتزع التميمة وهرب بها إلى مكان آمن. وبعد أن قتل شوكان جاكس انتقل إلى المكان الذي تم تجهيزه ليكون ساحة الجولة الثالثة من مورتال كومبات. وحدث الأمر نفسه مع ليو كانغ وسونيا حيث تم نقلهما إلى هناك. بعد ذلك وجد جوني نفسه في مواجهة كينو الذي وصل برفقة حراس القصر، وباستخدام حيلة ذكية تمكن كينو من القضاء على الحراس بواسطة عينيه اللتين تطلقان الليزر، ثم أقنع كينو جوني بأن يأخذه معه لمقابلة رايدن. وعندما جلس كينو مع رايدن اعترف بخطئه وخيانته لجبهة رايدن سابقا، وأكد أنه يريد الآن إفشال خطة شوكان للسيطرة على الأرض حتى يتمكن من العودة والعيش فيها بحرية. ولإثبات أنه عاد فعلا إلى صف رايدن كشف كينو السر وقال إن ساب زيرو أخذ التميمة ونقلها إلى عالم نيذر ريلم المعروف بأنه الجحيم الذي يعيش فيه الموتى. وبفضل البوابة التي فتحها رايدن تمكن جوني وكينو من دخول عالم نيذر ريلم، وهناك قابلا هانزو المعروف باسم سكوربيون. واتضح أن هانزو قادر على تغيير واقع المكان الذي يعيش فيه إلى مكان جميل جدا بفضل عزيمته وإرادته القوية. وأخبر كينو أن ساب زيرو لا يزال حيا وموجودا في عالم نيذر ريلم. في تلك اللحظة تذكر هانزو ما فعله ساب زيرو والدماء التي تسبب فيها عندما قتل زوجته وابنه في الماضي. وفي النهاية وافق هانزو على مساعدة جوني وكينو في مهمتهما حتى يتمكن في الوقت نفسه من الانتقام من ساب زيرو. ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تمكن هانزو من الوصول إلى ساب زيرو الذي تغير اسمه الآن وأصبح نوب سايبوت. وكان نوب سايبوت يستعرض قوته الجديدة التي تعتمد على الظلال، وأكد نوب سايبوت لهانزو أنه أصبح شخصا مختلفا تماما بعدما مات على يده. بعد ذلك دخل هانزو في مواجهة عنيفة ضد نوب سايبوت بهدف الانتقام، وفي الوقت نفسه كان جوني وكينو يحاربان خيالات وظلال نوب سايبوت من أجل تدمير التميمة الموجودة بحوزته. وعلى الجانب الآخر كان ليو كانغ وسونيا يقفان في مكان سري توجد فيه كيتانا والذي تم تجهيزه ليكون ساحة الجولة الثالثة من مورتال كومبات. ويتضح أن ليو كانغ وسونيا هما المقاتلان الوحيدان المتبقيان من جبهة الأرض، بينما شوكان وكيتانا هما آخر مقاتلين متبقيان عن أوت وورلد. وبعد أن هزم شوكان ليو كانغ انتهزت سونيا الفرصة واستخدمت قوتها الخاصة لكسر وتدمير القيود التي كانت تحبس كيتانا. وبعد لحظات تمكن شوكان من الفوز على سونيا لكنه لم يقتلها. وبعد أن أصبحت كيتانا حرة ولأنها سئمت من جبروت وظلم شوكان أعلنت رسميا أنها أصبحت مقاتلة تابعة للأرض.
وبمجرد أن أعلنت كيتانا ذلكم انتهت صفتها كمقاتلة لأوت وورلد، ونتيجة لذلك عاد القتال الذي كان قد انتهى إلى الاستمرار من جديد. وفي الوقت نفسه داخل نيذر ريلم هدد ظل نوب سايبوت جوني بأنه سيقتله إذا لم يعد التميمة، وكان جوني قد تمكن من التقاط التميمة وأخذها منه، لكنه قام بحركة متهورة ومحاولة هروب مجنونة حتى فقد وعيه وسقطت التميمة من يده دون أن يشعر. بعد ذلك دخل هانزو في مواجهة ضد نوب سايبوت وخيالاته في الوقت نفسه، وفي النهاية تمكن هانزو من القضاء على ظل نوب سايبوت وتدميره. وبعد لحظات عاد نوب سايبوت وخطف التميمة مرة أخرى، ثم وصلت جيد إلى المكان لمساعدة جبهة رايدن من خلف الكواليس ومن دون أن يشعر أحد. وفي النهاية أصيب نوب سايبوت بالإرهاق بعدما واجه الهجوم المشترك من جيد وكينو وهانزو. وخلال هذه الفوضى تمكن جوني من استعادة وعيه والنهوض بفضل وشوشة وكلام رايدن في أذنه. وبمجرد أن تذكر نصيحة رايدن تمكن جوني أخيرا من إخراج قوته الخاصة المخفية، وبحركة قوية نجح جوني في تدمير نوب سايبوت وتفجير التميمة بالكامل. وفي لحظة واحدة عادت إلى رايدن صحته وقوته بالكامل، وتمكن من مواجهة شونغ سونغ الذي كان يحاول القضاء عليه وهو في أضعف حالاته. وفي اللحظة نفسها أدى تدمير التميمة إلى فقدان شوكان لميزة الشفاء السريع وقوة رايدن التي كان قد سرقها. وبعد معركة طويلة وشاقة تمكنت كيتانا أخيرا من قتل شوكان باستخدام مروحتها اليدوية القاتلة. ثم أمرت كيتانا شعب إيدينيا بأن يرفعوا رؤوسهم وألا يركعوا مرة أخرى، لأن الطاغية الظالم قد انتهى ومات. والآن أصبح شعب إيدينيا جميعا خلف كيتانا ويشجعونها حتى تتولى الحكم وتصبح الملكة الجديدة بعدما أنقذتهم من شر شوكان وظلمه. وعندما وصلوا إلى القصر سامحت كيتانا جيدا على خيانتها بعدما اكتشفت أن جيد انضمت إليهم وساعدت في إيقاف شوكان. وبعد انتهاء بطولة مورتال كومبات ذهب جوني لزيارة القبيلة التي يقودها بركة حتى يشكرهم ويحكي لهم عن ملحمته في إنقاذ كوكب الأرض. وبعد وقت قصير وصل رايدن وسونيا إلى المكان، وأكدت كيتانا أن الأرض أصبحت هي الفائزة في بطولة مورتال كومبات وأنها نجت من كابوس وتهديد شوكان. ومن ناحية أخرى وصل كينو وهو يسحب كوانشي معه بعد أن قيده، وباستخدام قدرات الساحر كوانشي تمكنت جبهة رايدن من إحياء مقاتلي مورتال كومبات الذين ماتوا في الحرب. وبهذا تنتهي الحكاية أخيرا، ونلتقي في تلخيص جديد، وشكرا على المشاهدة.